هيقول لك انا هعمل لك تأكيس وزاوية وتربيع للشغل بتاعك بس بدون خيط. هتعمله ازاي؟ هيقول لك انا هعمله بالليزر. طب يا عم انا هستلم منك ازاي؟ يقول لك في الاخر بقى. طبعا ما فيش حاجه اسمها كده، احنا بنستلم من المحاره مرحليا. خلاص كده؟ طيب تعالوا نشوف انا عشان اكس مظبوط بالخيط بعمل ايه. رقم واحد، بشوف اطول ضلع معايا وباخده بشد فيه الاكس الرئيسي. الضلع هنا هو ده الضلع الكبير اهو. خلاص، بشد فيه الاكس الرئيسي ده، وبعد كده باخد عليه عموديات. ادي اول خط عمودي، تاني خط عمودي هناك اهو عند المطبخ، وهكذا في كل فراغ، وهكذا في كل فراغ اهو. احنا مع بعض اهو. طيب ليه هندسه ما تستلمش بالليزر؟ بص اهو. خلاص، وبعد كده بناخد عمودي على ده. طب وانا اضمن منين ان ده عمودي يا هندسه؟ الخط اللي هناك ده اضمن منين ان هو عمودي؟ تضمن ان هو عمودي من نظريه فيثاغورس. طبعا الكلام ده احنا عارفينه خلاص. دي زاويه قايمه. منين عرفت؟ 3 4 5. يعني ايه؟ يعني مربع الضلع ده زائد مربع الضلع ده، الجذر بتاعه بيديني الوتر. يعني لو قست ان هنا 3 متر و4 متر هيبقى الوتر كام؟ هيبقى 5 متر. طيب ليه الناس ما بتشتغلش بالطريقه دي اللي هم بتوع الليزر يعني؟ لان هو بيتوقع ان ده اسهل. صدقوني احنا عملنا الاجساد دي في ساعتين زمن بس. خلاص، والبقى هي ما شاء الله بتتعمل، طبعا لسه شغالين فيها، لكن هي بتتعمل برضو في اقل من يوم او يومين. حلو كده؟ بتاع الليزر بيخلص القصه دي كلها في يوم واحد، فهو بيتوقع ان هي اسهل، لكن هي مش اسهل. هي اسهل ليه هو، لكن هي مش اصح. احنا دايما ما بنقارنش بين صح وغلط، لكن بنقارن بين صح واصح. فهو ده الاصح، ده مش الصح، هو ده الاصح. خلاص كده؟ فاحنا ناخد بالنا من التفاصيل الصغيره دي اللي هي اكيد بتفرق معانا في دقه البند وفي استلام البند. مفيش حاجه اسمها ان هو يشتغل لك بالليزر هينقله ازاي من فراغ لفراغ. انما هنا خلاص الخيطان دي اتعملت، انا ممكن اشغل عليها كل الناس بعد كده. خلاص، هي تتعمل مره واحده والموضوع بعد كده بيبقى معاك اهو. خلاص، حاجه قدام عينك شايفها تقدر تستلم بيها. اتفقنا؟ يومكم جميل. تابعني كل يوم ان شاء الله علشان هتاخد معلومه جديده ان شاء الله في التشطيبات.